مساء الخير. والله العظيم رجاله، والحمد لله والله العظيم رجاله، لعبنا حلو والله طول البطوله. بس هو احنا طمعنا، احنا طماعين. ايه المشكله؟ وانتوا طمعتونا والله العظيم، عشمتونا واحنا جينا معاكم. بس معلش والله يعني، معلش يعني، رب ضارة نافعة، ان شاء الله خير باذن الله. الغريبه اني لما سالت فانزاتي حبايبي عن توقعاتكم يوم المباراه، على نتيجه المباراه، كان في ناس كتير جدا متفائله. والغريبه ان في ناس قالت ان احنا هنخسر. ما اعرفش، انا مش عارف دول سنغاليين ولا انا ما فهمتش. المهم معانا ابو جنى وقال هنخسر وحاسب كده. ابو جنى السنغالي تعمل فينا لو خسرنا يا سيدي، وحاسبنا كلنا على المشاريب واحنا زعلانين. وفي نسمه محمد قالت هنخسر للاسف 2-1. معلش النتيجه جلت معاك يا نسمه، بس هو احنا خسرنا. ما اعرفش حضرتك نسمه من انهي حته في السنغال، انا مش عارف. طبعا احنا يعني لعبنا رجاله والله العظيم، وكل اللعيبه انا عايز اشكر كل اللعيبه. ويا ابو جبل برضه هقول يا ابو جبل، حتى واحنا خسرانين يا ابو جبل. والله الراجل يعمل ايه يعني؟ انا متخيل ان هو المفروض مان اوف ذا ماتش، يعني المفروض يعني والله يعني الراجل صد ضربه جزاء جوه الماتش، وصد ضربه جزاء ثانيه في ضربات والله يا ابو جبل، والله انا بحبك يا ابو جبل والله. وسبحان الله يمكن البطوله دي يعني قربتك من الناس وخلت الناس تحبك والناس تشوفك، فسبحان الله يمكن ده ميعادها. عايز اشكر كل اللعيبه كله، يعني انا خايف اقول اسم يعني انسى اسم، بس كلهم لعيبته رجاله. بس احنا اتعشمنا، يعني احنا هنعمل ايه؟ احنا طماعين والله العظيم، معلش هنعمل ايه؟ بالنسبه ان شاء الله لتمثال كيروش باذن الله. هو احنا كنا قربنا على انتهائه، واحنا كنا نزلنا سيمون خلاص وعملنا التيم، بس هو احنا كنا واقفين كان ناقصه دراع يمين غالبا، فيعني وكنا قررنا ان احنا نعمله شوكولاته، يعني ما عشان لو جوعنا ناكله. تمثال خلصان بس ناقصه دراع، فيعني هنسلمه لحضرتك ان شاء الله كامل بعد ما نصعد كاس العالم. لان يمكن ان شاء الله الموضوع ده حصل عشان يعني نتحمس بقى في كاس العالم ونخش كاس العالم. بس هو الحمد لله على كل حال، فالتمثال حضرتك هتاخده ناقص دراع، يعني مفيش معلش. وبالنسبه لرضا عبد العال هنسلمه لك برضه، يعني مفيش مشكله في هذه النقطه، احنا مش هنختلف مع بعض في السعر. بالنسبه لفرقه السنغال، ما هم محظوظين والله العظيم، محظوظين. احنا لاعبين تقريبا اكتر منهم بماتش، يعني بالاوقات الاضافيه اللي احنا لعبناها احنا لاعبين اكتر منهم بماتش. فمعلش يعني هنعمل ايه؟ وعندنا اصابات، احنا كنا كل ماتش عندنا ضحيه واحده، فالحمد لله. انا مش عايز اقعد اقول في حجج، بس هم محظوظين اكتر مننا. وهم بصراحه برضه عشان واحد يبقى حقاني، هم لعبوا ماتش حلو، وجاباسكي انقذنا في مواقف كتير، فالحمد لله على يعني على قد كده. والحمد لله والله ان احنا مثلا ما اتغلبناش جوه الماتش، اللي هي الحاجات دي ما لبسناش جون، يعني الحاجات دي حلو. خسرنا بضربات الجزاء عادي، ما فيهاش مشكله، قابله للحظ برضه، ما فيهاش مشاكل. بالنسبه للحكم بقى، انا عايز اوجه حضرتك حكم، معلش حضرتك بتحكم تقول لابو صلاح ما تاخد تحكم انت؟ ده كلام يا ده يرضي مين؟ ده تقول للراجل ده ما ياخد يحكم هو فعلا؟ ده ابو صلاح يا ابني، انت مش عارف انت بتتكلم مع ده، انت تتصور معاه ده ايه اللي ما تاخد تحكم؟ يحكم هو فعلا. بالنسبه للاعب كوليبالي، يعني كان اللاعب كوليبالي فيها كابتن كوليبالي، الواد راسه بسم الله ما شاء الله، يعني شبه الزلطه والله. كان ادى للواد مصطفى محمد هدين. انا قلت الواد مصطفى محمد ده هيتعور يا جماعه، انا كده هتعور، انت هتعور الراجل. عايز اشكر بقى الاستاذ اشرف مجدي، لانه كان قايم بمهامه. البوستات بتاعته كانت لفه الفيسبوك والله وقت البطوله، يعني كانت البوستات بتاعته عامله قلق والله العظيم. هو كان بيحاول يحسد كل منتخب احنا هنلعبه، بس جلت منك يا استاذ اشرف في الاخير. حضرتك ما ركزتش، كنت تديهم اللي هي البتاعه دي جنب. بس يلا الحمد لله، يعني قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله. انا فرحان جدا بالمنتخب، وهو ده اللي انا كنت دايما اقوله من اول البطوله، نلعب بس رجاله ومش عايزين احنا حاجه، يعني مكسب مش مكسب، ده بقى التوفيق وعدم التوفيق. والحمد لله يعني هم بصراحه لعبوا كرجاله وشرفونا واتبسطنا. نعم اتعشمنا ويعني وقلنا يعني هناخد البطوله وما خدناهاش، بس في المجمل اللي احنا وصلنا له ده حلو قوي، يعني انا مبسوط بيه وسعيد بيه. ودايما مش عايز ننسى اللي حصل في اول البطوله مقارنه بدلوقتي. احنا كنا ناس بنقول ان احنا هنخرج من يعني كل ماتش كنا بنقول احنا هنخرج الماتش اللي بعده، وفجاه لقيت نفسك بتلعب على النهائي، لدرجه ان الناس ما كانتش مصدقه نفسها، يعني الناس ما حدش كان مصدق ان احنا بنلعب نهائي. فالحمد لله على كل حال. بالمناسبه انا كنت رايح الكاميرون، يعني جالي الدعوه ان انا اروح الكاميرون. الحمد لله ما رحتش، لان كان هيبقى بقى ايه 5 ساعات رايح 5 ساعات راجع، وراجع خسران، عامل قلبه اساء. فالحمد لله.
بس يا رب كله يرجع بالسلامه باذن الله. وانا كنت متخيل بقى ان شاء الله ان ايه، حلو بقى مصر تكسب، جميل، الاهلي بقى يكسب بالميراس، يبقى الاهلي ومصر يقوموا لاعبين النهائي ان شاء الله في كاس العالم لاي حاجه، للمفاجآت، كاس العالم للمفاجآت يعني. بس الحمد لله يعني، على كل حال رجاله 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 شرفتونا كل واحد. شرفونا حتى كيروش، يعني الراجل ده كفايه ان احنا بنلعب اخر ماتش من غيره يعني. كل حاجه الحمد لله يعني عدت كويس وتمام، واكتر ما توقعنا كمان. احنا كنا متوقعين ان احنا نخرج من دور الثمانيه اساسا، بس الحمد لله. بس هارد لك منتخب مصر، شرفتونا. يعني مبروك منتخب السنغال. شكرا، تصبحوا على خير.